السلام عليكم. ازيكم؟ هل انا مسؤولة عن سعادة ولادي؟ يعني انا كأم مطلوب مني ان انا احمي ولادي من انهم ما يحسوش باي مشاعر سلبية، ولو في يوم من الايام حسوا بشعور سلبي، حسوا باحباط، حسوا بحزن، بزعل، هل انا كده ام فاشلة ومش عارفة اتعامل مع ولادي؟ الحقيقة انت لو سعيتي ان اولادك يبقوا مبسوطين طول الوقت، انت كده ام فاشلة، وانت كده ما بتحبيش ولادك. ليه بقى؟ لان انت كده مش بتعديهم وتربيهم للمستقبل، لانهم هيكبروا ويتعرضوا لكل انواع المشاعر السلبية والصدمات في حياتهم. كون ان انت عايزة تقفلي عليهم من هم صغيرين وتحميهم من اي شعور سلبي، ده مش في صالحهم ابدا، لان طبيعة الدنيا اللي احنا عايشينها مش كده. هيكبروا وهينزلوا للحياة وهيتعرضوا لحاجات كتير جدا. لما ابنك يتعرض لشعور إحباط، يتعرض لموقف مش حلو مع صحابه، يتعرض لموقف فيه تنمر، فيه أذى، دي فرصة حلوة جدا إنك تعلميه إزاي يتعامل مع المواقف دي. لكن مش الحل ابدا انك تحميه. اللي احنا بنعمله للاسف لما اولادنا بييجوا يحكوا لنا حاجه، مثلا موقف حصل اتعرض فيه للاحباط او اذى من اي حد، انا ببقى عايزاه يعدي الموقف بسرعه وما يقعدش كتير في الشعور ده، لان اكيد ببقى متضايقه وزعلانه عليه. فانا ممكن اوصل له في الوقت ده ان شعورك مش مهم، والحاجه دي تافهه جدا فتخطاها بسرعه. وفي الحاله دي انا مش هعلمه ازاي يتعامل لما يقع في مشكله في المستقبل. سيبي ابنك يعيش شعوره، اديله وقته. كل اللي هعمله لما ابني او بنتي تتعرض لشعور ما، هتيجي طبعا تحكي لي، هسمعها كويس جدا وهتعاطف معاها وحسسها ان هي عندها حق في الشعور ده، وهي فعلا هيبقى عندها حق. وهسيبها تاخد وقتها وهعرفها كمان طبيعة الدنيا اللي احنا عايشينها. هحكي لها انه من الطبيعي جدا تلاقي ناس مش كويسين، طبيعي جدا هتلاقي ناس بيأذوا الناس. مش اي حد هتقابليه هيبقى بيفكر زيك، مش اي حد هتقابليه هيبقى قلبه طيب زيك. علمها انها ما تثقش في اي حد بسهولة. علمها ان كلام الناس مش مقياس، وممكن يكون اللي بيتكلم ده هو اللي عنده المشكلة. فلما حد يجي يقول لها انت شكلك وحش، انت شعرك وحش، انت طريقتك وحشة، ويتنمر عليها، يبقى هي عندها صلابة نفسية تعرف ترد عليه وتعرف تتعامل في المواقف اللي زي دي. كان في أم بتحكي إن بنتها بتتعرض لتنمر شديد جدا في المدرسة، وهي متضايقة جدا على بنتها، وده حقها طبعا، وبتدعي على البنات وعلى أمهات البنات اللي بيتنمروا على بنتها. الحقيقة البنات دول غلطانين جدا طبعا، ولو الأمهات دول عارفين اللي بيعملوا بناتهم فلازم يتصرفوا. ولكن أنا عايزة أقول إنه الأساس بيبدأ من البيت. أنا شفت نماذج كتير البنت طالعة من البيت عندها ثقة في نفسها. ليه؟ لأنهم بيهتموا بيها في البيت، بيقدروها، بيعاملوها كويس، ليها رأيها ووضعها في البيت من وهي صغيرة، فمهما سمعت بره ما بيأثرش فيها. فالبيت عليه عامل كبير جدا. أكيد هيبقى فيه بعض التأثر الخارجي، ولكن يبقى الأساس اللي اتربت عليه البنت أو اللي اتربى عليه الولد في البيت هو اللي هيتصرف على اساسه. فانتي مش مسؤوليتك خالص ان طول الوقت ولادك يبقوا مبسوطين وفرحانين وما عندهمش اي احاسيس سلبيه. ولادك مش هيعيشوا في المدينه الفاضله مهما انت كنت بتحاولي تحافظي عليهم في البيت من اي مشاعر سلبيه وتراعي مشاعرهم. هيخرجوا في المجتمع هيشوفوا اشكال وانواع من الناس، فانت لو ما دربتهمش وقعدتيهم لكده كويس هياخدوا صدمه كبيره جدا وهيطلعوا يتخبطوا ومش هيعرفوا يتعاملوا. فانت كلميهم ان الدنيا بره مش زي البيت خالص، بره هتلاقي فيها الوحش جدا جدا وهتلاقي فيها الحلو جدا جدا. اتكلمي مع اولادك ووعيهم وعلميهم ازاي يتعاملوا، وازاي يعرفوا ياخدوا حقهم، وازاي ما يضحكش عليهم بسهولة. فالخوف الزايد على اولادنا ومحاولة حمايتهم ده للأسف بيطلع شخصية هشة، بيطلع شخصية ضعيفة مش هتعرف تتعامل مع المجتمع. فسيبي ولادك ينزلوا ويتعاملوا، وكل موقف يتعرضوا ليه علميهم حاجة جديدة وخليهم أقوى نفسيا. كم حد فينا اتعرض لمواقف صعبة في حياته وصدمات خلته أقوى بكتير. بشوف سيدات اتعرضوا لحياة صعبة جدا، ولكن الحياة الصعبة دي غيرت حياتهم وغيرت شخصيتهم 180 درجة، خلتهم أقوى، خلتهم أنجح، خلتهم ياخدوا قرارات جريئة. ولو سألتيهم دلوقتي شخصيتك أفضل ولا زمان، هتقولك دلوقتي أفضل بكتير.
ولولا اللي مروا بيه ما كانش شخصيتهم هتبقى كده. فالولاد كل ما تعرضوا لمواقف اكتر وكل ما احتكوا اكتر بالناس كل ما عرفوا يتعاملوا افضل لما يكبروا. واخيرا عليك بالدعاء. السلام عليكم.